أهلا بيكم في الحلقة 13 من سلسلة أدوية الأورام الهرمونية. النهاردة كلامنا عن دواء بروفيرا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا اللايك والشير ومتابعة عشان يوصلكم كل جديد. تخيلوا معايا كده دواء هرموني قديم ممكن يكون فيه سر خطير ضد السرطان. الدواء ده هو البروفيرا اللي اسمه العلمي ميدروكسي بروجستيرون. ببساطة ده نسخة متصنعة من هرمون البروجسترون وبتباع باسم بروفيرا أو بروجستون. طيب إيه دوره بالظبط في الحرب ضد السرطان؟ بيركز على سرطان بطانة الرحم وحالات معينة من سرطان الثدي، وكمان بيعالج فقدان الشهية. طيب إزاي بنستخدم السلاح ده؟ يلا بينا نشوف الجرعات. الجرعة اليومية ممكن تبقى من 400 ل 1000 ملي جرام، وطبعاً كل حالة وليها جرعتها الخاصة. في طريقتين، يا إما أقراص بتتاخد كل يوم أو عن طريق الحقن كل أسبوعين. بس أكيد القوة دي ليها تمن. تعالوا نتكلم عن الآثار الجانبية. ممكن نلاحظ حاجات زي احتباس سوائل، زيادة في الوزن، شوية تقلبات مزاجية، وارتفاع بسيط في السكر. وهنا بقى في تحذير مهم جدا، أي حد عنده سكر لازم يتابع مستوياته بدقة شديدة. ودي نقطة في منتهى الأهمية، مش كل الأورام بتستجيب، الدكتور بس هو اللي بيقرر. طب الخلاصة إيه هو الدور النهائي لدواء بروفيرا؟ البروفيرا مش خط وفاء أول، لأ، ده لاعب جوكر بيستخدموه في حالات معينة قوي. لو الشرح ده كان مفيد ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة عشان تشوفوا كل جديد. وده يخلينا نفكر، يا ترى في كنوز تانية مستخبية في الأدوية القديمة ومستنية نكتشفها؟